السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم يا جماعة الخير؟ شلون صح؟ إن شاء الله بخير. الفيديو اليوم بصراحة مختلف عن بقية الفيديوهات أو المحتوى اللي عادة بحكي بيه. أو هو الفيديو اليوم راح يكون احتفال آه، بعيد ميلاد أحد الأصدقاء الموجود معانا هون بالكامب أو من الشلة. وبصراحة هو شخص محترم ومقدر بيناتنا يعني وأكبرنا عمرا، فحابين نعمل له مثل ذكرى أو هو نفس الوقت احتفال بعيد ميلاده وذكرى. حبيت أصور فيديو عشان يضل ذكرى يعني للمستقبل، ذكرى تجمعنا. هلق طبعا نحن ما من عاداتنا ان نقوم باحتفال بعيد ميلاد او بكذا، بس الشباب اقترحوا علي الفكرة، وبصراحة يعني مثل اللي اقتنعت بيها انه هو بصراحة بعيد عن عياله اول مرة هيك بفارقوا هالمدة هيك يعني بجوز طول معه سنتين وثلاثة، وحبينا نعمل له نفس الوقت جو انه يعني احنا موجودين ومنملين الوقت يعني. فيلا بدنا نروح حاليا على الشباب. هو هلا خارج الكامب، هو خارج السكن، بده يجي اليوم. نحن شلون عرفنا انه اليوم عيد ميلاده؟ عن طريق البطاقة اللي وزعوا لنا اياها. هي راح افرجيكم اياها عن طريق هي البطاقة، مكتوب هون المواليد ومكتوب كل شيء بيها. فمشان هيك راح يكون في مفاجأة له. طبعا راح نعمل وليمة ايضا. المهم راح نسوي جو جميل، وحابكم انه تشوفوا ال... هالشي هذا الامور اللي عم نتعايشها هون بالكامب. طبعا هذا الرجال هو اسمه ابو حمزة، محمد منصور. بصراحة من الغوالي على القلب، وله كل الحب والتقدير. وهو من المؤسسين لشلتنا يعني لمتنا بشكل عام، الشباب اللي بنسهر معاهم وبنتهرج معاهم على طول. هلا بنروح على الغرفة اللي عندهم، هو وبقية الشباب اللي قايم بالغرفة هذيك، قسم منهم برات الغرفة كمان رايحين قسم يجيب الأغراض، وهو لسه عبي معه واحد كمان بده يجي وياه من برات الكامب. فبدنا نروح ننظف الغرفة، نظبطها، ندوكرها، ويلا بينا نبدأ. أنا هلا عم استنى أحمد مشان نروح سوا وننظف الغرفة. مو نظفة يعني نرتبها، هي هم جماعة ما شاء الله نظيفين، بس طبعا كل غرفة بيها عدد من الأشخاص قاعدين ويكونوا مو مكركبة عزابية الشباب هذا هو أحمد، يلا حيهم. طبعا أبو حمزة له فترة من قارب 4 أيام لاحظت عليه إنه صاير بي عنده شيء من التغير النفسي، يعني من الضيق النفسي. فإن شاء الله هاليوم هذا يكون بينبسط وبرحرح عن نفسه. صح ولا لا يا أحمد؟ صح؟ علي صوتك. صح صح. لسه تمام تمام تمام. وهي الوليمة اللي سويناها. طبعا تكون راح تسألوا شو عملتوا هيك وليمة عربية وانتوا عايشين في الكامب؟ شلون طبختوا؟ لا، الوليمة عملناها عند أقارب واحد من أصحابنا من الشلة، هن عايشين في مدينة قريبة من الكامب. أخذنا لهم المعدات وسوينا إياها، والله يعطيهم العافية. طبخ عربي رسمي مندي. أبو حمزة حاسس إنه بيش. وسألت يوما أين نور الدرب، أين هو الصديق؟ أمضي أفتش عنه عن أمل يصاحبني الطريق. أبحرت والأمواج تخنقني وأنفسي تضيق، والروح عطشى للقاء يلفها شوق. اصفر واحمر يا عيني كافرية صار يعمل فيه هيك. لا يا معلم، معلم يعني هسه جوا انت بتبعثوا الشغله انت وياه، يعني هسه انا يعني انا شو والله يقول ضل بالنوب ما حطيت كل كاسات بس الحس جنب بس 9 كوبايات وخالص.
ابو حمزه التفسير غير كافيه. حاطيني ابو هلال انا خربانه وداي وقف شوي انا يلا شكل الشمعات شمعات دقيقة خلينا نصور فيديو. فيديو مين انت حمزه وين؟ نصور شمعات عديده كفي يا شباب حبيبي بس خلاص واحد اثنين الكل يا اخي الكل. تفضل. ايش كنك تحكي ابو حمزه؟ تفضل. على بالون. يعطيكم العافيه مشكورين ان شاء الله العمر كله يا الله حمزه. يسلمكم يا رب ان شاء الله هيك عقبال ما تلتقي بالعيال ويجيك ان الاقامه. شاء الله عقبال ما افرح بيكم كلكم تعاذروا كلكم حمزة. عزابين ان شاء الله. ان شاء الله من واحد لواحد احضر عرسكم باذن الله. امين طيبين ان شاء الله وافرح بيكم واحد واحد. كفو عدي كفو. وارفع مستوى الحديث والكل شيء. نقلنا الحفلة لبرا لأنه صار الساعة 10 وممنوع نطالع صوت جوا البناية بعد الساعة 10، وشافونا أصدقائنا الأفغان من أفغانستان فعزمناهم واشتركوا معنا بالاحتفال وكملنا الثالثة برا. الحمد لله. أنت كيف الحال؟ حالك حبيبي؟ الحمد لله. مالك؟ عاش ما بيطلع صوتنا. طبعا متعودين احنا نضرب الرصاص بالاحتفالات، فما بالرصاص حولنا البالون لمفرقعات. يا شباب سلولي يلا يا شباب هدوا الصوت. خليهم يمسكوا هيك نقطع تمام. اعطينا يا غرباط عاد شوية خلاص باقي محمد حبيبي محمد وهيك بكون خلاص الفيديو يا حبايب القلب. مثل ما انكم شايفين الضحكة على وجوهنا واجتمعنا هالجماعة الحلوة، وحبيت اصور لكم اياها وافرجيكم اياها عشان تضحكوا مثل حكايتنا كمان. والفيديو راح يكون ذكرى اكثر من انه فقط فيديو، لانه كلنا راح نفترق، راح نطلع كمان من هالسكن هذا، كل راح يصير بديري. وانتم كمان ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بمشاهدة الفيديو. وهذا الاخ من افغانستان اسمه متين الله، بصراحة بمشاركته لنا انبسطنا كثير. ولا تنسوا حبايبي الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتكتبوا لنا بالتعليقات. ان شاء الله انتم كمان تكونوا ضحكتوا وانبسطتوا كمان مثل حكايتنا.
وإن شاء الله تكونوا كمان أنتم ضحكتوا وانبسطتوا كمان بمشاهدة الفيديو. والله يعطيكم العافية، ولا تنسوا الاشتراك والتفعيل والتعليقات.